في ناس بتتقتل وهي في بيوتها، وناس بتتخطف واللي بيخطفوهم بيقتلوهم، والاكيد في الحالتين ان هيكون في جثث هنلاقيها. بس عيله كامله تخرج وتمشي لحد غابه وبعدها تختفي، مفيش جثث، وكل اللي سابوه وراهم عربيه وشنطه مليانه فلوس وكلاب جعانه. عيله كامله اختفت وكأن الارض اتشقت وبلعتهم. النهارده هنتكلم عن قضيه جيمسون، اغرب قضيه اختفاء في تاريخ امريكا، واللي لحد النهارده مفيش فيها اجابه واحده مفهومه. بنكمل مع بعض الحكايات، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وصلي بينا على النبي. في شهر اكتوبر في 2009 في ولايه اوكلاهوما في امريكا، بوبي جيمسون ومراته شيرلين وبنتهم الصغيره ماديسون، عيله زي اي عيله عايشين في هدوء في حياتهم العاديه، او اللي يبان من بره انها عاديه. بوبي ده كان عامل حادثه بالعربيه زمان، والحادثه دي كانت عامله له اصابه في دماغه مخليه عنده مشكله وما بيتعاملش مع الناس كتير وواخد جنب. اما شيرلين فكان عندها اكتئاب وهلاوس، وكانت بتتكلم مع صاحبتها دايما عن وجود ارواح واشباح في البيت. اما البنت الصغيره بقى فبتتكلم وبتلعب طول الوقت مع اصحاب خياليين محدش شايفهم غيرها. واضح كده بقى انهم مش عيله عاديه، وفي حاجه بتحصل جوه البيت ده مش طبيعيه. في يوم من الايام العيله دي قررت انها تبيع كل حاجه ليها وتبيع البيت وتروح تعيش في بيت صغير في الجبل. قبل ما يشتروا الارض اللي هيبنوا عليها البيت ده طبيعي راحوا علشان يتفرجوا عليها، وفعلا خرجت العيله كلها وراحوا في طريقهم ناحيه الارض. بس راحوا وما رجعوش. عدى على اختفائهم يوم تاني والتالت، ومعارفهم يبلغوا الشرطة، واللي طبيعي بدورها تبدأ تدور عليهم في كل مكان، بس مفيش أي أثر. وبعد 8 أيام أخيرا الشرطة لقيت العربية في منطقة غابات. العربية مركونة سليمة متقفلة ومن غير أي كسر، وكان موجود جواها لابتوب وموبايلات وكل أوراقهم الشخصية. والشرطة لقت جوه العربية شنطة، وجوه الشنطة 32,000 دولار. والغريب انهم لقيوا الكلب بتاعهم الصغير جوه العربيه، كان عايش بس حالته كانت صعبه، كان بيموت من الجوع والعطش. مفيش اي اثر على العربيه من بره ان حد هجم عليهم، ولو حتى حد هجم عليهم هو ما سرقش منهم اي حاجه. مفيش اشاره ان كان في حد غريب معاهم. الشرطه بتعمل تحقيقاتها وبتدور عليهم، ما هو يا اما هنلاقيهم صحيين يا اما هنلاقي جثثهم. استمرت التحقيقات ما بين المكان اللي لقيوا فيه العربيه وما بين البيت، لغايه لما الشرطه هتلاقي فيديو متصور بكاميرات البيت. والفيديو ده قبل ما يختفوا بيوم كاميرات بيتهم سجلت فيديو غريب. بوبي وشيرلين كانوا بينقلوا حاجات من البيت للعربيه، شكلهم غريب وبيتحركوا ببطء ومن غير ما يتكلموا، من غير اي تعبير على وشهم، طالعين نازلين اكتر من 20 مره، وفي كل مره نفس الحركات، نفس البطء، نفس البرود، كأنهم تحت تأثير حاجة. هم أكيد ما كانوش في وعيهم، أو كانوا متنومين، أو بيتحركوا بأوامر مش مفهومة، يعني من الآخر حد بيتحكم فيهم. الفيديو ده هو كل اللي قدرت توصل له الشرطة. تمر الأيام والشهور والسنين ومفيش حاجة ظهرت لغاية 2013، بعد 4 سنين كاملين. صياد ماشي في الغابة ولمح حاجة غريبة، 3 جماجم صغيرة وسط عظم متحلل. طبعا خدتهم الشرطة للطب الشرعي علشان تحللهم. مفيش حد بالمواصفات دي غيرهم، بوبي شيرلون وماديسون، العيلة اللي اختفت من 4 سنين. الجثث دي كانت جنب المكان اللي كانوا راحوا يشتروا فيه الأرض، لكن مفيش أي أثر عن سبب الوفاة، مفيش طلقات، مفيش طعن، مفيش أي كسور في العظم. امال ماتوا ازاي؟ الحاجة اللي لفتت النظر هي إن جثة ماديسون كانت لابسة نظارة مش بتاعتها، ونضارتها الحقيقية كانت موجودة أصلا في العربية. معنى كده إن في حد هو اللي لبسها النضارة دي. طب ليه؟ يعني يختفوا 4 سنين ولما تظهر جثثهم ما يبانش عليها أي سبب للوفاة؟ مين وإزاي اللي ممكن يكون عمل كده؟ أسئلة كتير قوي، لكن للأسف إجابتها مش موجودة. في أدلة إن العيلة كلها كانت تحت ضغط نفسي كبير. في أوراق لبوبي بيقول فيها إنه حاسس إن في أرواح بتراقبه، وشارلين كانت بتكتب حاجات غريبة في المفكرة بتاعتها، حاجات عن الموت والأشباح. في شهود قالوا إن العيلة دي كانت بتعمل جلسات طرد أرواح في البيت. في شاهد قال إنه شاف شيرلين بترسم دواير غريبة حوالين بنتها، وإن بوبي كان بيكلم نفسه كأن في حد موجود حواليهم. هل ممكن يكونوا حضروا حاجة وما يدروش عليها؟ وطبعا لما الأسئلة ما يكونش ليها إجابات تبدأ النظريات تخرج. في ناس قالت انهم راحوا المكان ده علشان ينتحروا، بس ليه يسيبوا الكلب وليه ياخدوا معاهم الفلوس دي؟ وليه مفيش سبب واضح للوفاة؟ ولو انتحار برضه جثثهم كانت مرمية بشكل عشوائي جدا، مفيش ترتيب، مفيش رسالة وداع. نظريات تانية بتقول ان الموضوع له علاقة بشغل شمال، مخدرات مثلا. يعني في ناس قالوا ان بوبي كان شغال مع ناس قلق خطر يعني، وان الفلوس دي اللي كانت في الشنطة من شغل مش تمام. بس برضه حتى لو هم اللي قتلوهم ليه يسيبوا الفلوس في العربية؟ برضه نفس الجملة
الجثث ما فيهاش أي سبب للوفاة. النظرية التالتة بقى وهي السحر. في ناس بتقول إن شيرلين كانت بتعمل طقوس غريبة، والعيلة كلها كانت بتتعامل مع السحر وتحضير كائنات تانية. في شهود قالوا إنهم سمعوا صوت بنت صغيرة بتضحك في الغابة بعد ما اختفوا. نظريات وحكايات وكل الناس بتجتهد وبتقول، لكن كل الأسئلة دي إجابتها مش موجودة، وأيا كانت الإجابات هما في النهاية ماتوا. ففي النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وتشترك الفيديو لو عجبك، وسلام.